أبونا أهلا وسهلا بيك مجددا، مبسوط إنك رجعت لنا بعد شوشرة البارح. على كل اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القديمة والقادمة. جميل، شكرا لك. أبونا خبرنا شو في نعم. بجعبتك. نعم، في بجعبتك راح أشارككم هذه النص. النص. أيوة، أعمل هيك وهيك وبعدين خلي نشوف هذا. يا الله يا الله يا الله، أملي أن تكون كل شيء مضبوط. خلينا ننزل هذه. على كل نرفع هذه. أيوة حلو مليح. أوكي منيح. أيوة خبرنا شو. أوكي. نحن طبعا تكلمنا في الحلقة السابقة عن صيغ الفعل، وتكلمنا عن صيغتين، المعلوم والمجهول. عندنا صيغة واحدة باقية وهي صيغة الأمر. صيغة زنا باقودا بالأشوري، زنا باقودا، imperative إنجليزي طبعا. صيغة الأمر تشير إلى أمر صادر من شخص إلى شخص آخر أو أكثر، وصيغة الأمر تصاغ من جذر الفعل بالطرق الآتية. أيوة. أولا من الجذر الثلاثي، نفس الطريقة طبعا نأخذ من الثلاثي السالم. إذا كان المأمور يعني اللي يصدر الأمر له مفردا، فصيغة الأمر تكون بتسكين الحرف الأول وتغيير حركة الثاني إلى رواقة، أي الضمة المفتوحة، أي الضمة. انت حط احمر وبعدين مفتوحة على نفسك. طب انت اللي تريد انت. ايوه، الضمة المفتوحة. ايوه اوكي. وهذا الشيء موجود باللوح رقم 1 من فصل 12. الجذر بارش، أخذنا بارش نفس الجذر اللي استعملناه في كثير من هذه. بارش يعني يفرس. الأمر يكون للمفرد بروش. شو عملنا؟ نسكن الحرف الأول والثاني نغير حركتهم من زلامة من كسرة طويلة إلى رواخة، أي الضمة المفتوحة. أو بروش، افرس. داوق تصير دوق. يمسكوا امسك. شاتق شتوق. يسكتوا اسكت. كاتو يكتبوا كتو اكتب. كتو. هذا إذا كان المأمور مفرد. أما كان الأمر للجماعة جمع. أما إذا كان المأمور جمعا فيكون بتسكين الحرف الأول مثل سابق، وتغيير حركة الثانية للرواخة مثل سابق، أي ضمة مفتوحة هون كاتبها. ولكن الزيادة هو إعطاء حركة رواخة يعني ضمة مفتوحة للحرف الثالث أيضا، وإضافة حرف نون ساكن في نهايته. يعني هل الإجراءين الأخيرين هي إضافة إلى الإجراءين الأولين اللي بالنسبة للمفرد. فالجمع عنده زيادة هذه، أنه حتى الحرف الثالث ما يبقى على سكونه، وإنما نعطي أيضا رواخة أي ضمة مفتوحة، ونختمه بنون ساكنة. نون ساكنة. أوكي. فيكون بارش يكون بروشن. لهيك بروشن هي عندنا هي للمؤنث. فاهم علي بالعربي. لهيك بعض الأوقات القرآن أو اللبنانية يستعملوا صيغة المؤنث. أيوة افرزنا. أيوة افرزنا. هي في الأشور الحديث أو المعاصر ما في فرق بين المؤنث والمذكر في هالموضوع. بس مفرد وجمع. فبروشن بالعربي موجود بالعربي أو فرز. نعم، افرزنا. افرزنا صح بالعربي، لكن بالاشوري ما في. فارش بروشن سواء كانوا نساء او رجال. وداوق تصير دوق بدل دوق، يعني اضافه الى ابونا لانك بتكتب لعرب ربما يكون مفيد تقول
للمذكر والمؤنث. نعم. اوكي. فهمت علي؟ اوكي، راح اضيف هوني وهذا نعم. ينطبق على المذكر والمؤنث. ايوه نفس الصيغه. ايوه لانه واحد ينتظر وين المذكر. وكلهم عندهم نسوان. وش ملاحظه؟ كلهم عندكم نسوان ولا شو؟ على المذكر والمؤنث. ايوه، وهو المتواجد في لهجات السوريين واللبنانيين. هذه ما هاي بلاش عليها. هاي بلاش طبعا يعرفوهم. هاي واضح. والمؤنث. اوكي. أيوة. اوكي صحيح، شكرا على الملاحظة الحلوة. اوكي، فداوق يمسك، يقول دوق امسكوا. شاتق يسكت اسكتوا. ايوه اسكتن. شتوق اسكتوا. شتوقن. اسكتوا اسكتن. ايوه اسكتنا. خلي يعمل هيك، خلي يعمل مثل عمل غير مكانات. افرزنا. ايوه امسك. وبيكفي. لا هو اعطي واحد مو ضروري بعدين بثقل النص. مو مشكلة اللي تريد اوكي بعدين تظبط على رأسك. كاتب يكتب كتون اكتبوا. يعني اكتبوا. اكتبوا. ايوه. او اكتبوا. شوف هي هاي قسم من يقول اكتبوا، قسم اكتبوا، قسم هاي بالعربي على كل حال. ايوه مو هاي على كل. اوكي، هذا اذا كان جذر سالم، ثلاثي سالم. اما من الثلاثي المعتل فيكون طبعا حسب انواع المعتل. من المعتل الاول يكون بحذف الحرف الاول اللي هو المعتل، والباقي كما في سالم نفس الشيء. يعني آمر فنحذف الحرف هذا المعتل، نحذفه حذف كامل، يعني مو فقط نسكته كما في بعض الإجراء. أيوة. فيصير مور للمفرد، مور للجمع. حتى بالعربي يعملوا هيك مر. ايوه صح. بالعربي ايوه مر. قل صح. يعني اؤمر فلان، ما بقولش اؤمر، كله مر او قل. ايوه. قلوا. قل. ايوه قلوا. حتى قلنا يعني ما بقولوا. ايوه قلنا نفس الشيء. وآسق يصعد. سوق اصعد اصعدوا. وآخل يأكل. خول كلوا. شوف حتى بالعربي الألف تروح. أكل أيوة. كلوا. أيوة. يارث يرث يارث روت رثوا. أيوة. رثوا. وليش حط الرث اللي حط قبلها ليش؟ نعم عرفوا كيف؟ حطيت الصيغتين. ايوه. والجمع والمفرد نفسه مثل السابق، يعني قلنا مثل السالم هو نفس الشيء، فما كل لزوم واحد ان يعيد. ايوه حلو. هلا فهمت. ايوه. اوكي. وبعدين يكون من معتل الوسط يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواخة مثل السالم، لأنه هذا الحرف مو هو من معتل، هو حرف سالم، فلذلك يكون نفس الطريقة. نحول الحركة إلى أو رواخة إلى ضمة مفتوحة، وحذف الحرف الثاني، لأن هنا الحرف الثاني هو المعتل. شوف الحروف المعتلة تعذف في صيغة الأمر أينما كانت، سواء في البداية أو في الوسط أو في النهاية. ويحذف الحرف الثاني أي المعتل، والباقي كما في السالم، أي قائم يقوم يصير قوم، كما بالعربي قوم. بالعربي قوم. أيوة. خائر ينظر. خازي هو يرى، خائر ينظر. خور انظروا. شائب يمسح. شوب امسحوا. كائب ينحني. أبونا عندي سؤال هنا. امسحوا، هل من هنا إلى علاقة مع مشيح؟ مع ايش؟ مشيح المسيح؟ لا، هذه كان من ماشخ
ماشغ مشاخة يمسح هنا هذا صح، هذاك مسح بالزيت يعني يدهن. ايوه 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 المسيح هو المدهون. ايوه المدهون ايوه شائب، وهنا تمسحه شيء تمسحه حتى يروح يمحي. يمحي، خلي يكتب يمحي احسن. ايوه 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 يمحي هو مضبوط اكثر بالعربي. يمحي ايوه صح، يمحي اضبط. يمحي ايوه امحو. وامحو. بتعرف ابونا انه ايوه امحو استاذنا يقول مش المسيح إلها نفس المعنى للشيخ. مشيخة، شيخة، شيحة. هو يقول انه لازم بالعربي يعني بالعربي. لا بالسرياني يقول لك اصل الكلمه الاثنين إلها نفس الجذر. الشيخ والمسيح نفس الشيء، له نفس المعنى، يعني مشاح والشح نفس الشيء. هو يقول هيك، بس المشيح يعني عنده مش يعني مسحة ولكن أعلى. لا، مشيحة من مشحة هو الزيت عندنا. لا هو ما يعتبره مشحة. هو ما يعتبره مشحة. مشاحة. أعرف إحنا نفكر هيك إنه هو المسيح، يقول لك لا المشيح هو نفس كلمة الشيخ. هو صاحبنا سيدنا أستاذنا هو عنده الميل إلى أن يرجع الأفعال إلى أصولها، يرجع كل هذه إلى كلمة واحدة. يعني اللغة كلها يسويها في يمكن 50 كلمة. لا يعني بس هو يعني هو هذا مرض اللغويين أبونا، ما تقدر تساوي. لا يعني شوية زيادة عن يعني. أنت تعرف أنت أبونا زائد الناقص. أبونا تعرف هو لما تركب الأوتوبيس في القاهرة، تشوف واحد بياخذ الجريدة وبحط عليها على الحركات، بحط عليها الحركات، فأنت تعرف هو قاعد وماسك الكلام وبحط الحركات ممكن حتى يفهمه ولا ما يفهم طبعا. لا فهو أنت تعرف إنه هذا أزهري. اوكي، هلا وضحت الفكرة. ايوه هم عندهم هوس الحركات. اي نعم ولهيك كلهم بلوموني انت بترفع وبتكسر وهذا على خاطرك، فاهم علي؟ هذا هو العتب تاعهم علي، انه انا ما بنتبه للحركات. ابوكم ابو الحركات ما ابو اللجام. ولو هي مهمة طبعا الحركات في أماكن خاصة لازم يعني، خاصة عندهم هوس الحركات، هي المشكلة. نعم عندهم هوس وحساسية عندهم. كلك يبقى قاعد في الباص، والباص بدق مطبات ودنيا، هو ماسك الكلام كلها مزدي في الفتحة والضبط والكسر على الكلمات والجريدة كلها. يعني يتسلى الرجال بادي شو اسمه. ما بعرف يعني ما يقدر يهدى. ما يقدر يهدى لما يشوف هيك الكلمات بدون حركات بالنسبة له شيء مزعج يعني. ايه مثل واحد يعني تعرف مثل ما يشوف حلاوة إلا ياكلها. ايوه هي هيك، هي الانسان تعرف حالا هذا خريج ازهري. هاي خوش ملاحظه، ما كنت اعرفها لو ما وهذا اظن ما تجد الا في مصر. نعم لهذا ما شايفيها نحن عندنا. وكل الملاحظات اللي تجيني على اشرطتي، انت كيف تنقد القران وتنصب الفاعل وبتضم ايه صح. فتعرف حالة انه هذا خريج ازهري. ايوه على فكره ابونا تعرف هم الازهر عنده نظام تعليمي مختلف عن الحكومه. منفصل من الروضه الى الجامعه. عجيب. عندهم سنويا 5 ملايين طالب. 5 ملايين طالب، فاهم علي؟ وميزانيتهم اعلى من ميزانيه وزاره التربيه.
وي 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 وي. وعندهم مناهج التعليم مختلفة عن مناهج التعليم تاعون الحكومة. إيه، وبعدين مسكين السيسي يريد أن يجدد الخطاب الديني. عندك 5 ملايين سنة، ما في 5 عائلة. ملايين سنويا يطلعون من هالعقول هذه. وانت يعني ما في عائلة، ما في اضرب واقسم وشوف النتيجة. ما في عائلة مصرية إلا فيها أزهري. ايه، وحتى شو اسمه، كارثة يعني، هذه كارثة. نوال السعداوي والدها كان أزهري. فهمت علي؟ بس مثل ما يقول شو اسمه طلع اسم بالي. هاي كارثة. هاي كارثة. سيد المقني، شو اسمه؟ القمني. القمني. هذه كارثة حقيقة. احنا يقولوا عندنا مثل، بعرف اذا ما يطلع من دار المطبل مزمر. لا مطبل، ايوه صح. صحيح. اذا كلهم بيطبلوا مش ممكن يجي واحد يزمر. لا ابدا، مستحيل. كلهم جماعة مطبلين. وغريبين ابونا، غريبين. المصري، انا شفت مصري يمسك الدبكة هاي اللي طبل يرقص كل الشارع. وشاطرين بالدبكة. هو هذا قال عنه، اللي يقول عنه التوراة: شعب عما لا عوزة بالآرامي، عما لا عوزة، يعني شعب هيك رقوص لعوب. لعوب. ايوه، لا عوزة. ايوه ما لا عوزة. ايوه. وانت تمشي بالشارع ما يعول لك، عند يدق لك على الطبل تاعته كل الناس من حواليك. وما تعرف تمسك حالك. كان صاحبنا عندنا عراقي، واحد عراقي صار دومينيكاني اصلا. هو من يعني من المسلمين، صار دومينيكاني. وكان زميل لي، كان دائما يقول الزموني ركبتني رقصة. زموني ولا قصدي رقصة؟ زموني. شو كان يقول الكلمة؟ أيوة، لازمتني رقصة، يعني إذا ما تمسكوني أنا أصير لازمتني رقصة. يلا خلي اوكي بنسهل على الناس، خليها جو مرح. ايوه بالضبط. شكرا لك انت حقيقة. فاذا شوب قلنا امحي، شوب امحو. ايوه. كائب ينحني، كوب كوب. ايوه، يعني انحني وانحنوا. ايوه. رجال. بعدين من المعتل الأخير، ايوه، إذا كان الحرف الأخير معتل يكون بتسكين الحرف الأول، وتغيير حركة الثاني خاصة، نفس الشيء إجراء مع الكل السابقين، وحذف الثالث اللي هو معتل. شوف، المعتل دائما يحذف في كل الحالات، هذا في حالة المفرد. أما في الجمع فيضاف المقطع مون، يعني ميم ضمة مفتوحة مع نون ساكنة. وأنا أضيف كمان للمذكر والمؤنث. أيوة. سواء للمذكر أو بعدين أنت بتضيفها، مو أيوة، هون عليه. طيب منيح، اعمل اللي تريده. سواء للمذكر والمؤنث. للمذكر والمؤنث. ايوه. اوكي. حلو. فعندنا مثال: قارئ يقرأ، قريم. شوف قلنا كريم، سكر الأول والثاني نعطيه بدل، في الأخر كان نعطيه حركة رواخة ضمة مفتوحة، هنا يصير خواصة، يعني ياء، يعني هي إي. يظهر أبونا أنت كمان مهووس بالحركات. نعم. لا، لأنه هي شوف مهمة بالنسبة للآشوري، كلش مهمة هي يعني. لا أنا أتفق معك، ولكن أنا عمري ما درست مثل هيك للعربي.
ما عملنا هيك. ما أعرف كيف تعلمنا القواعد العربية. أنا ليش قلت أنه يعني قواعد حديثة للآشورية المعاصرة كاتب يعني أنا حشوف كيف كانت طريقة حديثة هذه ما طريقة القديمة اللي فعل فعيل فعال فعول. أيوة، أنا بدي أشوف كيف الشرتوني بحكي عن هذا الموضوع. يعني أنت شوقتني أرجع لكتاب القواعد العربي، عندي أيوة. بعض الكتب العربي. نعم. حشوف كيف هم عملوا هذا الأمر. أنا أظن في قسم من هالملاحظات اللي أنا كده أعملها بالآشوري في بالعربي أيضا، ولكن يمكن مو كلها. لكن في هيك شيء، لأنه ولا كيف يشرحون يعني؟ لا طريقة تشرح، كيف تشرح هذه؟ يا أبونا لو تحكي الحكي هذا للطلاب تاعنا يصيروا سب الدين. صدقني يصيروا سب الدين وانت مش داري، وانا قاعد هنا وحاط يدي في جيبي وخايف على روحي. ما تفكر انت يعني مو هوين علي، مهون علي وانا اسمع لك، وانا دائما بطلع على الساعه كل يا ربي امتى هتخلص. هيك لا يعني مش انت بدك اياها صراحه، هي صراحه انت زعلان ليش؟ تحب اكذب عليك؟ بس انا يعني زين الصراحه، زين صراحه وانا متشوق، يعني انت شوقتني ارجع لكتب القواعد العربي كيف عملوها. صح. يعني هاي الامور انا ما شفتها بحياتي، انا بحياتي كلها ما شفتها. نعم. أنا أصدقك كثير من جماعتنا أيضا اللي أخذوا الكتاب قالوا حقيقة أول مرة نشوف هيك، والآن نفهم كثير ليش هيك وليش هيك، ليش نقول هيك، ليش ما نقول هيك. أوكي. بس أنت اللي يتابعك لازم عنده صبر أيوب، فاهم علي؟ صح. بصراحة اللي يتابعك هذا يعني ياخذ جائزة نوبل على الصبر. لازم يكون له استاذ، لازم يكون له مقدمات شويه بالمساله القواعد وهذه، ويكون له ايضا وهس، يعني يكون له شو سميناه وهس، يكون له يعني يظهر انك انت خريج ازهري. ازهر الاشوري. ازهري ايوه. وانا بدور على شرتوني هذا، بدي هل حالا بعد ما يخلص الحلقه حشوف كتب القواعد العربيه هل وجعوا روسنا مثل الشغله هاي ام لا. يلا كمل. طبعا انا اتذكر بالمدرسه ما كانوا يقولون هيك بالعربي، يعني انما كان حالا يجيبون انه الامر، صيغه الامر من قرأ، اقرأوا جماعه، واقرأنا، وهذه هيك يجون فقط حالا للمثال بدون ما يشرحوه. ايوه بدون ما يشرحوه. ولكن انا قلت لك سابقا ان عملت هالكتاب هذا من أجل الناس المتخصصة أولا، وثانيا للمستقبل أيضا، للمستقبل. أنه يعرفون يعني مو فقط تحرك دمي، عايز تحرك دم الأجيال القادمة. الأجيال القادمة. خوش نوايا طيبة. تمام. لعد شلون أستاذنا، لعد شلون ولا شلون؟ شلون عيني شلون؟ عبالك هيك، عبالك شو يقول هذاك؟ شلون عيني شلون؟ يلا كمل، يلا الله بعيدنا. ايوه مثلا المثال بالمثل، يلا اللي ما يريد يذكر هذه خليه يروح للمثال حالا. ايوه يكفي الله بعيد. قارئ يقرأ، اقرأ قريم. شوف هاي وخلص انا حركات بلا بالك ريحنا. يمكن هذه خليها للي يريد هو يقرأ. ايوه فاهم عليك. اظن هيك راح نعمل هيك. ايوه خفف يعني ما تحرق دمنا. اوكي دلل استاذ سامي، دلل عيني دلل. انا صديقي لي دائما يقول الدلل عيني الدلل. الدلل عيني الدلل. هي اغنيه. شلون ما عندك خاطر، شلون ما عندك خاطر. ايوه الدلل عيني الدلل. ايوه يلا راح. اوكي شاتي يشرب يصير شتيمون. الالف تروح تصير شتيمون. ايوه داري يصبوا
أو يسكبوا يصبوا أحسان. دريم وخلص صبوا. صالة ينزلوا، صالة ينزلوا. صليم. شوف هون كثير أغلاط صارت حتى في بعض الأشرطة اليوتيوب. أنا لما تكلموا بعض من الناس اللي يعرفون اللغة السريانية على أساس عن هذه، قالوا صلاة صلوة لما القرآن يقول هاي لأنه انزل، هي من انزل. لا، هو مو من انزل. صالة شيء وصلي شيء آخر. أيوة. صالة ينزل صلي، وهي صاليم، هناك غير شكل هذه. ويصلي، صلى يصلي صلاة. أما صالة صلايا، شوف نزل. صلي صلوية وصلوتا. طيب أبونا عندي سؤال لأنه إحنا بالعربي يقول صلاه نارا. صلاه نار يعني صلاة يعني حركه بالنار. أيوة. بس أنتم ما تفهموا هيك، تقول نزل النار. مو هيك صح. أستاذنا يعمل هيك، يقول هاي لازم أصلها نزل النار. يمكن. بس تعرف حتى المفسرين احتاروا هل هي نزل أم حركة. يعني حتى المفسرين العرب يعني بدون ما المفسرين تاعون القرآن لما يسألوا على كلمة نزل يكتبون نزل وحركة. اوكي. شوف يعني كان اوكي مش عارفين هو نزل ولا حرك. ايوه يعني مع انه صالح بالعربي ما في نزل، ما في نزل. ايوه لكن الظاهر سامعين شيء كان بوقتها. ايوه فهو عارفين يعني يقولوا شو، فهو يعني احتياطا بحطوا الاثنين. حلو. واحد يقول له شو العلمانية، قال له ما ندري بس مش مهم، احتياطا كلهم كفار. هاي حلو، هاي خوش علم هذا. خوش تحليل. لكن سدا للذرائع كلهم كفار نعم. والله اعلم. يعذرون نفسهم بالقول والله اعلم. لاحظت حتى في الطبري لما يصل الى صلاه هو يحط نزل وعذب. يحط اثنين. صلاه يصلي. ايوه صلاه نارا ام صلاه بالنار. ايوه هل هو نزل ام حرق، بحط الاثنين. ايوه لانه اذا هو حقهم. ليش؟ لانه اذا كان الصلاه يصلي فكان لازم تكون ياخذ باء، يصلي بالنار. يصلي النار. لأنه ما تصلي النار، تصلي الانسان بالنار. ايوه فهي هم عارفين، لهذا عارفين انه مدى ترهم، فمحاولين انه يشوفوها. لا هو جاء واصليه نارا. واصليه نارا. نعم. واصليه بالنار لازم يقول. لا هذا هم بيقولوا اصليه نارا يعني نزلوا بالنار واحرقوا بالنار. نزلوا. ايوه اصليه يعني انزله واحرق. هذا سرياني، صياغه سريانيه. واحرقوا، بس دائما بضيفوا واحرقوا طبعا لان النار بها. لا ما ينزلوا للنار حتى تكون شو اسمه حتى يبرد، انما حتى لانه صلاه، لانه بالعربي مو موجود صلاه نزله. صح، ما موجود. صح. فهم يقولوا كيف؟ فيقول نصليه نارا، نقول ننزل النار ونعذبه بالنار. شو يعملوا مساكين؟ يشوفون انه ما ترهم بالعربي. ظهر انه احد قال لهم انه صالب فيه بالسرياني يعني ينزل، فاخذوها عملوا هيك. وانا لاحظت هذا الامر وانا اقرا الطبري انه احتياطا بحط الاثنين. بحط الاثنين يعني. بس لا يطلع لنا واحد من العربيين يقول لا هاي صاري موجودة عربية هي أيضا، مثل ما قالوا حتى المتريوز معناها مطر اللوز. لا مثل لوزان أبونا، لوزان مدينة لوزان. واحد متعصب قال لوزان هاي كلمة عربية. قال له كيف؟ قال له لوزان يعني توأم يعني اثنين لوز. ليش لا كل شيء. مثل واحد عمل له شريط قال 30,000
ايوه كلمة بالإنجليزي هي مأخوذة من العربية 30,000. شو طلعت هناك 30؟ خليت لا شيء. عم ابونا لا تفضحنا، لا تفضحنا لا ابونا. لا يعني بدنا اهتم نحكي عن الأمور بلغة بالقواعد فلا. العاشورية، لا تتدخل بالعربي. يلا كمل. يلا احنا إيه، مظلومين. أيوة. المعتل الأول والوسط إذا كان ايوه بتغيير الحرف الأول ايوه إلى حركة الحرف الأول إلى الرواخة، إلى رواخة يعني ضمة هذه. ايوه يا رواخة، وحذف الثاني والباقي كالسالم. يعني يا إير هو يجرؤ، الفعل الوحيد من هالنوع. يا يجرؤ، يور يصير يور، يورون، اجرؤوا. ايوه. بعدين نروح من المعتل الأول والأخير. يلا لما نقرأ هذه شرح. ايوه مثال يا بي يصير بي بيمون، يعني الياء تروح هذه لأنه هي شو اسمها، هي حرف معلول. بيمون. ايوه ويا مي يحلف تصير ميمون. حلو. مي بآلهة مثلا، يقول لك مي بآلهة يعني احلف بالله. شو إذا كان هيك بلا. ميمون. آتي يأتي ايوه تا، هذا شاذ وهو شاذ يشذ عن تا. كان لازم حسب القاعدة يصير تي أو تي. تمام، مي يصير تي، لكن شاذ هو تا يصير تا تيمون. حتى بالعربي يأتي ما عنده ائتي ائتي يعني جيب مو تعال. فأظن تعال هو ما اعرفش كيف لا تستعمل اظن. يصير تعالوا بالعربي. تعالوا. آتوا. آتوا إلي. آتوا إلي. هم يقولوا آتوا آتوا أو آتوا يعني ائتوا جيبوا، بالجمع. لا ائتوا. تعالوا جيبوا. لا يعني جيب يعني ائتي، جيب واحد وياك. آتي معك مثلا قلما. آتي قلما. احنا نقول ائتوا بالأمر. لا أتى. إيه. ائتوا. ائتي ما أعرفش. ريحني يا أبونا، خلينا على السريان. يلا فيك. اوكي خليها هيك يلا. اوكي المهم نحن سرياني ولا يلا ايوه اشوري اشوري. عفوا ايوه بالك شكرا فكرتني بالفخ انت. حاشا ايوه. والله انت حيلجي. استغفر الله يا ابونا استغفر الله شو الحكي هذا؟ هاي اخذت لساننا اخذ هيك. يعني ما اقول لك اكو امور الغلط صار شائع ومشت وصار متواتر. صدقني انا مش مسترجي احكي لاستاذنا كريستوف لوكسمبورغ اكتبه مع التركيز على اللغه السريانيه ام على اللغه الاشوريه لا ام العرب. خلي هو لا تستفزه. خليه هيك، خليه مثل هو على بركه الله. يعني هو على هو مطرة هو الله. سرياني يعني اشوري بس مع اخذ بعدين صار شيء اخر يعني. ايوه لا ايوه لا تزعل حد، لا تزعل. لا ازعل، بس كل واحد هو يفهمه مثل ما. مثل ما يريد. ايوه. فيا بي يخبزوا. ايوه بي اخبز، بيمون اخبزوا. يا ما يحلفوا، مي احلف، ميمون احلفوا. ايوه يأتي تا ائتي، وتيمون ائتوا أو تعالوا. أوكي. ايوه معتل الوسط والأخير إذا كان، وهو الأخير نوع الأخير من المعتلات، يكون كالمعتل الأخير بالضبط. يعني خاية يعيشوا يصير خي. شوف، ولو نحن لما ما نلفظها كثير يا نصير نقول خي، بس هي لازم تكتب خي ولا يكون خي. شوف الخاء هذه تسكن كالعادة. والياء تأخذ مثل هون بي تأخذ حركة ياء حركة والحرف الأخير اللي هو هذه معتل يحذف فيصير خي. وفي الجمع نضيف مون فيصير خي مون. خي عش وعيشوا. لا يرثي ليمون. ايوه هذا وانتهى
الجذر الثلاثي بسالمه ومعتلاته المختلفة. نجي على الرباعي. أما الرباعي مر على هذا، أعطيني أمثلة. أيوة، صياغة الأمر من عنده يكون كالآتي. عندنا السالم يكون همزم، ناخذ هي مثال همزم يتكلموا، يكون للمفرد همزم بتغيير فقط. شوف هذه الحركة أخصنا هذا في الكسرة الطويلة تصير كسرة قصيرة. همزم همزم همزم، نشرك منه. ايوه لا حتى واحد يقول يعني نفس الشيء. لا مو نفس الشيء، في هناك شيء. اوكي، همزم بالجمع ايضا نضيف من هذه. ايوه بكفي هيك. همزم وخل. ايوه ما تدخل بالتفاصيل. ايوه اوكي ما ادخل، يلا نمشي. خل يتقوى. كان عند زوجتي واحدة مريضة كبيرة بالسن، يعني من العجزي، دائما تقول الفوباف ابروفوندير. الفوباف لا تتعمق بالامر، لا لما اقول لمرتي قاعد بقول لما قلت لك التفكير موجع الراس، ما تفكر. اتذكر نحن صغار كنا كثير نروح خاصة بأمور الدين، كان تقول أمي وكل كثير من الأمهات لا تفكر كثير، هاي بعدين تتخبل يعني مجنون تتجنن، لا تفكر كثير. ايوه في واحد فلسطيني ختيار انا شفته مره اسمه الحيفاوي، الله يرحمه، يظهر انه واحد من اللاجئين من حيفا. هذا راح عند رجل الدين قال له ابونا انا مش فاهم منك شيء. قال له شو؟ قال له كيف انت تغفر الخطايا في زر الاعتراف؟ قول انت شو لك حق. قال له اسكت يا رجل، خليها بركبة اللي عندهم لحى طويلة مثل هيك. صح، ما لا تدوخ راسك، لا تدوخنا بالعقالة. ايوه امشي حط راسك بين الروس وقول يا قطع. لا بيقول عندنا حط راسك بين التيوس وقول يا قطاع الروس. هذه خطيرة خطيرة. ما تسأل ما تتخبل. لا تتخبل. والدتك لا تتخبل، لا تفكر كثير. والدتك كانت حكيمة. والدتك كانت حكيمة، بس غريب انت ما طلعت مثلها. ليش؟ يعني انا تخبلت. شفت ابونا، لو تسمع نصيحة امك لك ريحت نفسك ريحتنا. ايوه خل يتقوى، تقوى. هلا ابونا اولادك يفهموا عربي؟ لا لكان لو يسمعوا هذا الشريط يفقعوا ضحك. لا ما يسمعوا، يقولون هذا نحن ما علينا منه. يعرفون الآشوري، يقرون ويكتبون ويتكلمون طبعا. ولكن مشكلة هي أحفادنا. أنا عندي حفيدي الأول من يعني أولاد بنتي يعرفون يتكلمون، لأن زوجها أيضا آثوري، يتكلمون آثوري أو آشوري. ولكن ابني زوجته سريانية من لبنان أصلهم، أما ما يعرفون سرياني شوية، تعرف يتكلموا عربي على أكثر كانوا. ومولودة هون في السويد، فأكثر سويدي تعرف، فتتكلم سويدي مع أولادها، فهم يتكلمون بالبيت السويدي. أيوة. يلا الله يساعد. الله يساعد، ماشي نساعد. الله يساعد. نشوف شلون يصير الآخر. المهم آخرها تصير خير. آخرها خير يكون. المهم الآخر. يقول مثل تركي آخره خير أولسن، يعني آخرته تكون خير، هي المهم خير. الإمل ذلك. يلا تعشى بخير. يلا. أوكي. يصير خل النون. تقوى. خربس يدفع. أنت تتذكر أخذنا فعل آخر، خربس زائم أيضا، لكن في خربس أيضا يدفع. خربسون ادفعوا. أيوة. مقم يقيم، مو يقوم، يقيم، فرباعي يصير مقم.
يصير مقم مقمون، أقم أقيموا. أيوة. لا مش أقم، بقول قم. لا قم من قام. أيوة. لكن أقام. أقم العدل. أقم أقيموا. نعم مثل أقم العدل. أيوة الرباعي. أيوة. مو هو قائم إنما مقم. أيوة فيقيموا. أيوة. فأقم. أما من الرباعي المعتل فيكون من معتل الأول والثاني والثالث، يكون كالسالم مثل هذولي. مثال أخر. هذا رباعي لأنه خائية مرتين. أخر. فيصير أخر، ومعناه أيضا بالعربي يعني هي عربية أصلها. أخر يؤخر. أيوة. احنا كل المؤخرات من عندنا. أيوة هي هاي المشكلة. لا ولا يزعلوا علينا، ناس طيبين. شو نسوي؟ مو بيدهم مساكين. أخره. يؤخر. سير أخرون. سير أوف. أخر. أوكي. مميل يصير مميل يعني يزرق. كيف صارت مميل الازرق؟ كيف يعني؟ كيف الميل هي زرقاء؟ ميل مائل يعني يزرق. أزرق زرق. مميل يزرق. أيوة يعني يجعله أزرق، يعني يصير أزرق. أيوة. ازرق يا هذا ازرق. أو ازرقوا. ايوه ازرقوا بالضبط. ازرقوا او ازرقوا. هاي كان في اسم واحد ملك باليمن، كان يهودي. كان في يهود كثيرين باليمن في اجيال الى مجيء الاسلام. هذا مزروق، كان اسمه مزروق، يعني مزروق مو مرزوق، مزروق. الازرق. عائلة الازرق لسه موجودة في عائلات عندنا اسمها عائلة الازرق. ازرق ايوه. وهي الزرقاء في عمان في الاردن. الزرقاء ايوه. زرقاء ايوه هذا الزرقاوي. ايوه صديقك الزرقاوي هذا. ايوه الزرقاوي. نعم ايوه مصعب الزرقاوي هذا. هذاك وزعنا راسنا. خليك على العاشور. خلينا هون. مزيد يزيد مو يزيد. يزيد. فمزيد دون. ايوه أزدوا يا أيها الناس لا تأكلوا خاس. يا أيها الناس لا تأكلوا خاس، أبوكم يصير كالناس يضربكم عباس. هذه لا ما أعرفها. هاي ثقافة أخرى. هاي عراقية. يا أيها الناس لا تأكلوا خاس، أبوكم يصير كالناس يضربكم عباس. أيوة. وعندكم عباس مشهور يظهر عليه. مشهور عباس. حتى في نكتة مرة يقول كان في جماعة حمالين هم عرب قاموا يعني يشيلون في واحد صاير عندنا في مدينتنا كان عنده من الكونديشنات ابو 10 طن، ابو اطنان كثيره، فجايين حمالين يشيلوها حتى يحملوها. عملوا هيك يا ما اعرف ايش يا ايش. لا العفو كانوا اكرات. حمالين كثير كانوا في اكرات، فيحملوا يا ما اعرف ايش يا فلان يا غوث. وعدهم الاكراد كان غوث يعني غوث. غوث ما اعرف في عندهم يعتبرون انه هناك في
إمام غوث يعني، هو كبير عظيم يعني وقادر كثير. غوث ما شالوا، فجو كان عندهم أصدقاء عرب أيضا بنفس السوق وعمالين، فجو قالوا قوموا نحن، قالوا يا عباس، قالوا العرب هذا الكردي، وما انشل. الكردي قال روحوا غوث ما قدر يشيلها، عباس يشيلكم إياها. غوث ما قدر يشيلها، عباس يشيلها. أيوة. حلوة. فالجذر الميمي مؤخر، شفت أخر هو الأصل، لكن نقدر نعمله ميم، دخل ميم ساكنة ونقلب الفتحة القصيرة إلى طويلة حتى نتجنب التجديد، فيصير مآخر يتأخر. أيوة. مآخر أيضا الأمر المفرد، مؤخر هذه الجمع. شوف فرق شنو الفرق هو أنه هذه تسكن بدل ما تأخذ السكون، تشرك من التفاصيل. يلا. أيوة الكسرة تسكن. أخر رجعت حبيبي لعادتها القديمة. دائما نرجع للعادة القديمة. أيوة. ما أقدر، هاي مشكلة، ما أقدر. أبونا ما عندك، ما في حل معاك. يلا. أيوة حليم يسقط راسك، مو عارف. مياقر يوقر، مياقر ميقرن. أيوة. وقروا أو احترموا. أوكي. أيوة. المعتل الأخير، شوف المعتل الأول والثاني والثالث نفس الشيء، الميمي عنده فقط شيء بسيط هاي، ومعتل الأخير شو يكون كمعتل الأخير بجذر ثلاثي، يعني الحل الحرف المعتل الأخير يحذف، فما يلفظ، ما يكتب. عندنا قلطة، شوف الأخير أليف يتخثر، أخذناه في مكانات أخرى، يصير قلطي يا إحنا يقول عندنا صبطوا الجلطة. هاي من هاي جلطي قلطي. أيوة قلطي ضبطوا جلطة. تجلط، ممكن هذه نقول أكثر يتجلط. أيوة ماشي يلا بنتخصص. أوكي. قلطيمون للجمع طبعا. إحنا نقول تجلط الدم. تجلط الدم. أيوة التجلط يعني تخثر يعني. أيوة بهذا المعنى، لأنه أبدا إحنا ما نستعمل يتخثر. أنا أول مرة أسمعها عندك. عجيب. بس لما نقول مثلا اللبن لما يتخثر، الخاثر شو ما نقولها هيك. شو تسمى؟ يروب عنده. واو، هاي أول مرة أسمع يروب. راب اللبن يعني تقولها تخثر. راب أول مرة أسمعها الحقيقة. ما احنا نقول كان يجي عند الناس، عند والدتي تقول له عندك حليب رايب. أيوة رايب. أيوة. احنا يقول لبن. هو لبن بس يعني رايب، فيقول له في قسم من العرب يسموه خاثر، هذا خاثر. أيوة. شفت علي. مو مشكلة. عندك خاثر. أيوة. احنا نقول لسه ما راب. يعني ما تحول إلى أيوة ما تخثر لسه، نحن نقول ما تخثر. أيوة هيك يتخثر. راب. أيوة. فعل ربا، تعرف ربا يعني كبر أو علي أو مثل هيك. ورابا نحن نستعملها بالآثوري، رابا يعني كثير. أيوة. وبالقديم ربا يعني الكبير ربا، فهذا ربي ربوني بالإنجيل مكتوب يعني كبيري. أو أنا منتظرك لطبعة العربية للقرآن بالشغلة هاي، لأن عندي مشكلة بهاي الموضوع. شو بتقولوا بالأشوري وبالسرياني وبالأرامي هاي. نعم. هاي قاعدين نشوف لك إياها هاي. نعم. يلا كمل. أوكي. فهون الفعل الثاني ألدي أيضا أخيره معتل، فيخدع يعني، فيصير ألدي لواحد، ألديم لكثيرين. اخدعوا. صربة يخضب. خضب يخضب. صربة صربي خضبوا يعني يمكن واحد خضبه بالدم. أبونا عنده علاقة صربة مع السراب؟
لا هذيك بالسين، هاي بالصاد ما أعرف. بسأل ما أعرف العربي نحن السراب غير شيء بالآشوري. أيوة. هل عنده علاقة مع الصرب؟ جائز الصرب مخضبون، هم يمكن مخضبون، يجوز خضربون. ايوه. اما الميمي معتل الاخر فيكون مثلا مشاني ينتقل يصير مشانيمون. شوف الاول يكون ساكن، يبقى ساكن، ما ياخذ هذه الفتحه القصيره. مشانيمون. انتقلوا. اوكي. معتل الاول والاخير اذا كان، وعندنا فعل فريد وحيد هو أردي، وأيضا معناه يتخثر، نستعمل قلطة وأردي أيضا. أيوة. أردي يتخثر، أردي أرديمون. أوكي نفس الشيء مثل هذا. انتهينا من هاي صيغة الأمر أيضا، من هاي بلوى، انتهينا من بلوى، راح نبدي بلوى أخرى. هلا أبونا صارت ساعة 50 دقيقة، وقف دقيقة واحدة. نعم. لا شوية حتى أتحرك. هم اليوم كنت عند الكايروبراكتور، لأن عندي يوجع ظهري عادة، ولكن هاي أسبوعين أخيرين الوجع كان تمركز على نهاية فخذي الأيمن. كثير مرات ما كنت أقدر يعني أقوم، فرحت لعنده، رحت له قبل 3 سنين، جربني شاكوش هيك مطرقة عنده خاصة يضربك، فعملني إياه هاي مرتين اليوم. رحت فقال لي يعني لما تكتب شو تعمل؟ قلت له انا اكتب كثير، اقعد على الكمبيوتر. فقال لي لازم كل 45 دقيقة ساعة تقوم شوية تمشي وتجي تتحرك بعدين تتحرك. ايوه. علمني شلون، قال لي لازم ترقص هالرقصة هذه، علمني فد رقصة لازم ارقصها. عفارم عليك. اخذ واحد من اللي يرقصك. ايوه. فخلينا نرقص شوية وبعدين نرجع. ايوه يلا ابونا. اوكي. يلا رقصي كويس، مع السلامة. يلا يا مشاهدين، يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. يلا.